السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. كان بقى النهارده على الأحياء ككتاب باكج مراجعة نهائية والكتب الخارجية. والأحياء ذات نفسها المشكلة مش في المنهج الأحياء ذات نفسه، المشكلة في امتحان آخر السنة الاختيارات اللي بتتحط تبقى كذا إجابة ممكن تنفع وأنت تتلخبط ما بينهم. فحاول بقى في بقية المواد تتقفل علشان لما تيجي في الأحياء تجمع درجات ليها وتنقصهم عادي وما تأثرش على مجموعك في آخر السنة. في ناس يعني التوفيق من ربنا بيبقى معاهم وبيجيبوا 59 و60 في الأحياء، ممكن أنت مش موفق فتنقص في الأسئلة اللي عليها جدل عادي. فأنت حاول على قد ما تقدر المواد الأولية اللي هو فيزياء وكيمياء وعربي وإنجليزي تجيب فيهم أعلى الدرجات اللي أنت تقفلهم عشان إيه الأحياء. تمام. بالنسبة للجيولوجيا يا جدعان، يا ريت تاخدوا مع حد بتاع جيولوجيا ذات نفسه، يعني بلاش جيولوجيا مع أحياء والكلام من ده. هو كورس جيولوجيا مع حد بتاع جيولوجيا، يعني جيولوجيا مع جيو ماجد. تمام. هو راجل متخصص في الجيولوجيا يعني بيدرس جيولوجيا بقاله كتير، تاخد معاه جيولوجيا. بالنسبة بقى للأحياء الباكجات، هو اللي نزل باكج دكتور أحمد الجوهري ودكتور محمد أيمن. دكتور أحمد أضل لسه ما نزلش، وهو بينزلش باكجات دلوقتي، هو بينزل ملفات PDF مع المراجعة النهائية بتاعته. الباكج بتاع مستر محمد أيمن حاسه أحسن من باكج دكتور أحمد الجوهري. أسئلة أكتر، وكمان هو لسه يعمل عصير كتب، وبرضه دكتور أحمد الجوهري يعمل عصير كتب وهيحل كتاب الامتحان زيادة عن مستر محمد أيمن. يعني الجوهري مع كتاب الامتحان أساسي، محمد أيمن مش مع كتاب الامتحان أساسي. هيعمل حاجة اسمها عصير الكتب 50-60 سؤال على كل محاضرة اللي هو كل فصل. تمام. غير عصير الكتب هنا دكتور أحمد رضوان هو أصلا الحاجات الأساسية بتاعته اللي هو عصير الكتب والحاجات دي، وبيزود عليهم PDF اللي هو بيعمله ككتاب له، مع تمام بيحل الامتحان والتفوق تقريبا. يعني هو عصير الكتب ده PDF والامتحان والتفوق، عشان هو لسه منزلش التفاصيل. الدكتور معرفش حد كان قال لي حاجة على ياسين عادل تقريبا، هو معتمد جامد على عصير الكتب. فهو انت لو عايز تشترك حد حل اشترك معاه عادي، ولو انت بتاخد مع الجوهر محمد ايمن عشان الحل هناك الاسئله مش اصعب حاجه، مش هتمرنك على الامتحان اخر السنه احسن حاجه. امال لو مع احمد رضوان ماشي، عشان احمد رضوان بيزود كتير داخل الشرح، وده اللي بيزود عدد الساعات بتاعه الشرح، وده اللي بيخلي الناس اصلا ما تشتركش مع عشان عدد ساعات الشرح، وان هم مش بيحبوا طريقه احمد رضوان ذات نفسها. امال الجوهر محمد ايمن المعظم بيحب طريقتهم. بس لو تيجي بقى كماده علميه فمستر احمد رضوان دكتور احمد رضوان اعلى منهم شويه من دكتور محمد ايمن ودكتور الجوهري. الناس بقى اللي بتاخد مع الجوهري محمد ايمن من اول السنه كمل معاه عادي، ما تجيش تغير مدرسك في اخر المراجعه النهائيه. بس لو عايز تغير بقى وانت يعني انت متمكن من المنهج الاساسي، خد مع دكتور احمد رضوان بيزود كتير في الشرح بتاعه. والكتب الخارجيه تميزوا الامتحان النفيس ده كله، وما بقول هم هيعملوا 10 كتب منه. بس لو عايز تشتري كتاب خارجي من نفسك، فهو عندك التميز والامتحان والتفوق، خد لك كتابين منهم. بالمناسبه الامتحان احسن كتير من كتاب اول السنه، ودي معروفه بالذات في الاحياء. وده كان نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.